النهارده في استاد اسكندريه في حدث مهم جدا جدا، تعالوا اعرفكم عليه. دكتوره رندا شوقي، استاذ العاب المضرب، كليه التربيه الرياضيه جامعه اسكندريه. بنشكرك جدا على الدعوه الكريمه ان احنا نكون متواجدين مع حضرتك في المهرجان الجميل النهارده ده، وبنرحب بحضرتك في تركيا وحكايه. اهلا وسهلا بيك يا استاذ مراد، انا برحب بحضرتك وشكرا على ان انت قبول الدعوه عندي، ويا رب كده اليوم يعجبك النهارده باذن الله. الله يخليك يا فندم. عايزين نعرف احنا النهارده بنعمل ايه وتعرفينا باليوم الجميل ده. احنا النهارده في يوم جديد على اسكندريه للعبه ريشه طايره. يمكن المجتمع السكندري ما يعرفش يعني ايه لعبه ريشه طايره، وانا النهارده سعيده جدا لان النهارده بقول ان اول ملعب قانوني في صاله استاد اسكندريه للعبه الريشه الطايره، وان شاء الله تبقى كده نواه لانتشار اللعبه في اسكندريه. واللعبه لعبه جميله جدا وسهله، ويعني محافظات كتير بتلعبها، وازاي اسكندريه ما تبقاش تلعب فيها ريشه طايره؟ لا، اسكندريه طول عمرها مدينه اولمبيه يعني كمان. اكيد عشان كده اسكندريه نفسنا تبقى كمان ريشه طايره فيها طبعا. يعني الملعب اللي موجود في استاد اسكندريه حاليا مطابق للعبه. ملعب قانوني زي ما احنا كده، احنا هو ملعب في ظهرنا طول 12 متر تقريبا، في عرض 6 متر 40. في منطقه ارسال وفي منطقه ارسال امامي وارسال خلفي، والشبكه زي ما احنا شايفين كده، الشبكه ارتفاعها متر 55. الشبكه الشبكه اهي. طبعا الريشه الطايره يعني زي ما احنا شايفين هي مش تنس، عشان تملي ناس بتختلف او بتقول دي شبه التنس، لا. الارتفاع بتاعها الشبكه 155 سم. كنت شرحتي لي كمان الريشه. الريشه، احنا الريشه عندنا الريشه البيضاء دي الريشه الطبيعيه اللي هي من الطيور دي. هي كان حتى في الكتب يقول لك ريش اوز او حمام. طبعا ليها طريقه صنع معينه بتيجي من جنوب شرق اسيا او ماليزيا في البطولات الدوليه. بس طبعا نتيجه ان هي بتتكسر بسرعه وبتحتاج فيها انبات كتير، استبدلها برضك الاتحاد الدولي بالريشه اللي احنا شايفينها دلوقتي، صناعيه بس تكون خفيفه تقدر تطير برضه. بالظبط ريشه بلاستيك وتقريبا نفس المواصفات، انما دي اتقل شويه. بس لغايه دلوقتي في بطولات بتتلعب بالريشه الطبيعيه دي. بس احنا في مصر بنلعب بالريشه دي في بطولات الجمهوريه، وبنلعب دي في البطولات الدوليه. هل اللعبه ليها اتحاد؟ طبعا الاتحاد المصري. احنا كمان عندنا بطله اولمبيه كمان، الدكتوره هاديه حسني، يعني كانت بطله اولمبيات وجابت لنا ميداليه، وهي حاليا دلوقتي رئيسه الاتحاد المصري للريشه. ما شاء الله. يعني احنا اللعبه كمان بنشارك فيها في الاولمبيات الدوليه. يعني حاجه ما شاء الله. طب احنا يعني ننشرها ازاي في اسكندريه اكتر ما بين طلبه المدارس وغيره؟ ما هي طبعا لو طلبه المدارس، بس احنا هي اللعبه يمكن لها طابع مميز شويه، ان هي لازم تتلعب في اجواء صاله مغلقه، لان احنا بنقول عليها ريشه، يعني الهواء هيأثر طبعا. ان شاء الله في كده في لعبه يعني هتطلع وليده من الريشه. هتبقى اوت دور. بتبقى الريشه اتقل شويه وفيها فراغات هنا بحيث ان الهواء يتخللها ما ياثرش في اتجاهها، فتتلعب اوت دور اكتر. بالظبط. طيب اللي عايز بقى يشترك او يلعب اللعبه دي بيتوجه هل في نوادي حاليا بتمارس اللعبه؟ يعني طبعا الحمد لله، واعوذ بالله بكلمه، انا دلوقتي فاتحه الاكاديميه او مركز تدريب الريشه الطايره في اسكندريه، هنا في استاد اسكندريه، وعندي في كليه التربيه الرياضيه، واللي يجي يشترك اهلا وسهلا. وعندي ممكن اسجله تبع نادي، وانا عندي فعلا ولاد السنه اللي فاتت نزلوا بطوله الجمهوريه زي دوري. لا بطوله الجمهوريه، يعني ما شاء الله باسم نادي بطولات كمان. نادي جامعه اسكندريه، وعندي نادي النحاس، ودول كانوا مشكورين ان هم اول انديه يسجلوا في ريشه الطايره. يعني في اكتر من نادي في اسكندريه بيمارس اللعبه. ممكن اللي حابب يجي يشترك يجي على استاد اسكندريه الصاله المغطاه ويسال على حضرتك علشان لو هيسجل ان شاء الله في اللعبه، ويبدا ان هو يمارس لعبه. وكمان يعني دايما الاهالي بتحب عيالها تدخل في بطولات اكيد. وعلى فكره وبرضك حاجه للاهالي كويسه انها بتخش تبع الحافز الرياضي، يعني مش هنتعب دراسه كمان ودرجات. يعني ولعبه سهله ويقدر ان هو يمارس رياضه، وما فيهاش شمس ولا هواء، والدنيا تبقى لذيذه يعني عشان البنات تخاف تسمر وكده. انت عارف دلوقتي كل الناس عايزه حاجه دل يعني. بالظبط. لا لعبه جميله، وانا بشكر حضرتك على مجهودك طبعا اللي عاملاه في اسكندريه والنشر الالعاب الرياضيه دي. حضرتك يعني غنيه عن التعريف واستاذه فاضله. الف شكر. انا اتشرفت جدا بحضرتك النهارده. اتشرفت بيك وشكرا ليك ان انت جيت النهارده ولبيت دعوتي الكريمه. استاذ محمد سعد وكيل وزاره السياحه الاسبق، اهلا بحضرتك، منورنا النهارده. اهلا بحضرتك. ولعبه جميله، وبنشكر حضرتك على الدعوه ان احنا موجودين النهارده معاكم، وعايزين نتكلم بقى على اللعبه الجميله على اساس المجتمع السكندري يبدا ان هو يعرف عنها اكتر. والله طبعا هي لعبه جديده، وكان انا يعني لاحظت الحماس الكبير من الدكتوره رندا شوقي. رندا ما شاء الله واضح انها اخذه الموضوع يعني كانت اول محادثه معايا الحقيقه ان احنا نتكلم عشان خاطر يعني نيجي استاد اسكندريه هنا، وباتصالنا مع السياده اللواء هشام لطفي مدير عام استاد اسكندريه، ورتبنا اليوم ده وبحيث ان اللعبه يعني نتعرف عليها بامانه. يعني كنا نسمع عن لعبه كره الريشه، لكن ما كناش نعرفها يعني بشكل كبير. انا بعتقد ان اللعبه ديت بالحماس الكبير اللي عند الدكتوره رندا والشباب الصغير اللي موجود، ان شاء الله اللعبه دي هتنتشر بشكل كبير جدا، لانها يعني امكانياتها بسيطه خالص زي ما احنا شايفين، مش مكلفه.
مفيش تكليف. مظبوط. اكتر من ان محتاجه مكان مغلق. والشباب يعني اللعبه الرياضيه زي دي من الملاحظ ان محتاجه مجهود بدني كويس جدا، يعني استعداد بدني يأهلهم بدني ويبقى في لياقه طبعا، لان من الملاحظ ان اللعبه محتاجه يعني مجهود كبير جدا، فدي يعني مفيده جدا للشباب، يعني الشاب الصغير او البنت الصغيره او كرياضه وكبطولات كمان طبعا وكبطوله. فاحنا يعني باذن الله يعني اللعبه تنتشر، اللعبه يبقى ليها. انا بتمنى من الدكتوره رندا انها تعمل يعني زي دوري، تعمل بطوله يعني كل 6 شهور كل شهر، بحيث ان يعني يبقى في تحفيز وفي زياده اكبر ومن خلال برضو اتصالاتها بالانديه في اسكندريه تدخل اللعبه دي يجهزوا صالات ويبداوا يشاركوا. كل الانديه في اسكندريه الحمد لله رب العالمين عندها الصالات المغلقه اللي تسمح بان اللعبه دي تتلعب فيها ان شاء الله، وربنا يعني يجعلها دي تكون بدايه وتبدا الناس تبدا يعني هي الدنيا كده يعني هي يعني اي حاجه بتبقى في بدايتها في بعض التعثرات، في بعض المشاكل، لكن المهم بنبدا. المهم البدايه. يمكن انا صادفني في شغلي ان انا اكلمك بمنتهى الامانه مجموعه من الشباب يعني قلنا لما كنت وقتها مدير عام العلاقات العامه في محافظه اسكندريه بيعملوا مهرجان اسكندريه السينمائي للافلام القصيره. نشاط مهم طبعا. حضرتك كانوا في البدايه خالص مش لاقيين مكان، مش لاقيين اتصال، يعني مش لاقيين. بص كانت الدنيا معاهم مش مظبطه خالص. حاليا الدوره 13 ما شاء الله، وطبعا انتشار كبير جدا، بقى المهرجان دولي. فان شاء الله باذن الله انا بتعشم ان شاء الله باذن الله ان اللعبه دي تنتشر بشكل كبير في اسكندريه، واللي يهمني اسكندريه انها يعني تنول الاهتمام الكافي يعني. وده طبعا بدعم القناه اللي زي حضرتك، يعني واضح ان حضرتك ما شاء الله في كل المجالات داعم الحمد لله. وكفايه ان تواجد حضرتك النهارده في يوم مهرجان زي ده. تسلم لي. فبنشكر طبعا حضرتك شكر لحضرتك، وانا متشكر وسعيد ان انا موجود معاك. شرفتنا. دكتور سيد فيصل اهلا بحضرتك، احد الداعمين للعبه الجميله ومنورنا النهارده في المهرجان الجميل ده. اهلا بيك، وبنشكرك على الشرح الجميل للعبه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، منورنا يا فندم. اهلا بيك اهلا بيك. اهلا وسهلا. كلمنا عن اللعبه وجهود انتشارها في اسكندريه. والله اللعبه ديت من الالعاب الجميله، من العاب كره المضرب اللي كويس جدا. طبعا المحرك الاول في اللعبه ديت في اسكندريه هي الدكتوره رندا، عامله مجهود غير عادي. هي دكتور في كليه التربيه الرياضيه بنات، فده مجال تخصصها لانها استاذ العاب كره مضرب. فدي حاجه من الحاجات اللي هي حابه تتبناها وعامله فيها ايفورت جامد جدا جدا. لعبه رياضه بتجمع ما بين الرشاقه والمرونه والذكاء، ويعني فكره اللي احنا كل العاب المضرب اللي احنا عارفينها يعني دايما انها بتشتغل على كل عضلات الجسم. فدي من ضمن الالعاب ديت اللي تنضم ضمن مجموعه العاب المضرب اللي موجوده سابقا، التنس ولعبه اولمبيه، ولعبه موجوده لعبه على المستوى الاولمبي، موجود لها بطولات حاليا وموجود ليها كذا بطوله. فنتمنى ان شاء الله ان مع وجودها في بدايه وجودها في اسكندريه ان شاء الله انها يكون عندنا ابطال من المجتمع الاسكندري ان شاء الله. ده المهم فعلا. فده السؤال اللي عايز اساله لحضرتك، نقدر ازاي ندعم ونساعد بحيث يطلع من ولادنا ابطال للعبه دي فعلا؟ التعريف باللعبه ده رقم واحد، ان الناس تعرف اللعبه وتعرف قواعدها، تعرف عليها، تقرب منها، لان اي حاجه في الدنيا بتبقى بالنسبه لنا مبهمه، لكن بمجرد ما نبتدي نتعرف عليها خلاص الامور بتبقى افضل. زي مثلا كده حاجه من الحاجات اللي انتشرت في الفتره الاخيره زي البادل مثلا. البادل برضه كان لعبه ما كانش ناس كتير تعرف عنها. النهارده بقى موضوع الصالات الخاصه بقت انتشارها. فهي القصه كلها هي اللي انا بتكلم عليه في اي رياضه، المطلوب في المقام الاول هو التعريف باللعبه بشكل جيد، وده يمكن الدكتوره رندا عاملاه بشكل كويس جدا، بزيارات كتيره للمدارس، بزيارات لاغلب الجهات الموجوده في اسكندريه. فالموضوع اخد شكل كويس يعني منها ومجهود غير عادي، مع ان شاء الله انتشاره من خلال الميديا، لان دي تعتبر الداعم الاساسي في اي لعبه. فهو حضراتكم النهارده موجودين اهو بتحاولوا توصلوا صوره المنظر الجميل اللي احنا شايفينه ورانا ده طبعا فرحه جميله للاولياء الامور. فابتدي يشوفوا، فابتدي يكون اضافه جديده، لعبه اولمبيه بتتلعب كالعاب فرديه تنضم لقافله الالعاب الموجوده في مصر، واولادنا ان شاء الله يشتركوا فيها ويحققوا من خلالها بطولات ان شاء الله. ونتمنى ان بعض النوادي كمان تخصص صالات، وخصوصا ان تجهيزها سهل، ملعب صغير طبعا مش محتاجه تجهيزات كبيره. هي دي طبعا حاجه كويسه، وبنناشد كل الانديه اللي موجوده في اسكندريه انها تدخل اللعبه، لان اللعبه مش من اللعب المكلفه تمام، سواء من حيث تجهيزات او من حيث المضارب بتاعتها او الكوره او الكلام ده كله. الكوست بتاعتها قليله، وتعريفها وتعريف اللعبه سهل جدا. فطبعا دي هتبقى كويسه جدا. بس طبعا اعتقد الانديه هتبقى السكند ستيب بعد ما يبتدوا يشوفوا ان في فعلا حدث على الارض. والنهارده في تواجد جماهيري واولياء امور، حاجه جدا اتبسطنا بيها. بالظبط. فيعني دي ان شاء الله تكون
خطوه ان شاء الله باذن الله خطوه للانتشار بدايه من النهارده ان شاء الله، ونتمنى نحضر واستاد اسكندريه كله بقى جوه، اللي هو ليه الشكر طبعا على استضافه اول يوم في اللعبه طبعا. فطبعا شكر للاستاد اسكندريه والقائمين عليه والاداره المنظمه، وان شاء الله بعد معرفه اللعبه ان شاء الله نتمنى ان الاستاد جوه بقى كله يبقى فيه اولياء امور، ويتعمل حدث تعريفي يكون اكبر للرياضه ان شاء الله باذن الله في اسكندريه، ونكون موجودين برضو معاهم ان شاء الله ان شاء الله معاهم. نشكر حضرتك جدا يا دكتور. شكرا جدا جدا. الله يخليك، توفيق دايما. شكرا جدا، نورتنا في تركيا وحكايه. شكرا. اهلا بحضرتك يا كابتن. اهلا وسهلا. عرفينا بنفسك بقى واشرحي لنا اللعبه النهارده. انا كابتن وعد، مدربه في اكاديميه ريشه الطايره، اكاديميه اليت. احنا اللعبه ريشه الطايره عباره عن هي شبه التنس، الفرق الشبكه بتاعتها اعلى 155 سم، طولها مختلف شويه. الشبكه اعلى بس من على الارض. جميل. وعندنا المضرب والريشه، المضرب اخف جدا من التنس. يعني هي دي الادوات بس، المضرب والريشه. يعني نقدر نقول انها مش مكلفه، يعني الطفل خالص. اللي بيلعب لا. مش محتاج ان هو يجيب ادوات زي العاب ثانيه. لا بالعكس، مجرد المضرب والريشه. والمضرب خفيف جدا. جميل. ويبدا من سن 6 سنين. جميل. طب مسكه المضرب ازاي؟ في مسكه معينه ليه؟ انا بمسك المضرب كده وباجي اسلم عليه. اهم حاجه ان يكون في فراغ ما بين الصباعين دول، واهم حاجه ان ايدي بعيده عن جسمي. تمام. لان انا بمسك المضرب من اخر حته تحت. جميل. وعندي الوضع فور هاند، وعندي باك هاند، ممكن من فوق الراس. دي بقى اللي بتعلموها للاولاد في الحركات للعبه مخصوص. بس اسهل طبعا وضع من الفور هاند للاطفال الصغيره، ومن فوق الراس، لان دي بتبقى ريشه جايه من فوق، فهي بتبقى سهله جدا ان هي تضرب. دي ريشه بلاستيك، بس هي الاساس اللي هي ريش ناعم. ريشه طيور. نعم او وز. يعني لعبه سهله يقدروا اولادنا يتعلموها. بس هي للاسف مش منتشره في اسكندريه، فاحنا نفسنا بقى تنتشر بقى. ما احنا النهارده موجودين علشان كل حبايبنا يسمعوا ويعرفوا ان اللعبه موجوده في استاد اسكندريه، يجوا ويشاركوا ويتعلموا. لعبه سهله مش مكلفه خالص، وتمرينها يعني وتعليمها بسيط، سهل جدا للاطفال، وكمان ممتعه يعني. جميله طبعا. الصاله مغطاه، مش في شمس ولا اي حاجه، ومش محتاجه مجهود كتير. جميل جدا. بنشكرك جدا يا كابتن. العفو على ايه. سيبها بس كده. والله انا طلعت بعرف العب اهو. عايز اشكر حضرتك ان واضح ان في اجيال حضرتك ربيتيهم، يعني في النهارده احنا شفنا لعيبه وشفنا جيل شباب من المدربين، فواضح ان حضرتك في اللعبه دي من فتره وبتربي اجيال فيها. الحمد لله. يعني انا بدات من حوالي دي ثالث سنه، بدات كده ب5 6 لعيبه من ضمنهم ولادي. النهارده بقى مدربين ان شاء الله. الحمد لله. برضك ان انا كنت ببص من كذا يعني اتجاه اللعيبه، اتجاه المدربين، ومش مدربين بس، لا ده انا مدربين معتمدين وخدوا دورات تدريب تبع الاتحاد، معتمدين في الاتحاد كمان. دي حقيقه، وخدوا كمان ليفل كويس، وبيشارك في اي ورش عمل تبع اي بطوله دوليه، وهم بيروحوا باسم اسكندريه. والحمد لله ان الموضوع يعني اي نعم بدايه بطيئه، بس انا عارفه ان شاء الله يتشال فيه استمراريه. هو ما شاء الله يعني باصرار حضرتك واضح ان اللعبه في اجيال، فان شاء الله تكون مستمره واجيال اكتر تنضم لينا ان شاء الله. وانا محتاجه ادعمكم كده زيك ده شرف ليا يا فندم، شرف ليا، ومع حضرتك في اي وقت طبعا. الله يخليك. شكرا جدا يا دكتور.